في صداقات بتختفي، بتتلاشى. الغريب إن العلاقة ما خلصتش في لحظة، ولا حصلت مشكلة كبيرة، ولا اتقال فيها كلام يوجع. العلاقة خلصت زي كوباية الشاي لما يبرد، من غير صوت، من غير ما حد ياخد باله. فجأة بتلاقي طعمه ما بقاش نفس الطعم. مش كل اللي ما جاش عليك وقف في صفك. في نوع من الصحاب ما عملكش حاجة وحشة، بس برضه ما عملكش حاجة حلوة. ما ظهروش في وقت احتياج، وما كانوش السند اللي كنت متخيله، ولا حتى كانوا السؤال اللي يستحق انك تقف عنده. وجودهم كان عادي جدا، لدرجة انك ما بقتش تحس بيهم اصلا. اوقات المسافة بتبان في كلمة عامل ايه. بتقابل صاحب قديم كان زمان من اقرب الناس ليك، بيسألك عامل ايه، وانت ترد تمام، بس بتسمع جواك صوت بيقول اللي بينا ما انتهاش، احنا اللي معرفناش نكمله. احنا كان ممكن نكمل لو كل واحد فينا حاول شوية. وتتفاجئ انك مش زعلان، انت بس مستغرب ان المسافة بقت كبيرة قوي كده، ومحدش منكم حاول يختصرها. مش كل حاجة بتكمل، ومش كل اللي مكمل نقصه حب. الصداقة ساعات بتقف في نص الطريق، مش عشان حد فيكم وحش، ولا عشان حد فيكم غلط، لكن عشان النسختين اللي كملتوا بيهم ماشيين في اتجاهات ملهاش تقاطع. انت كبرت بطريقة وهو كبر بطريقة، والنقطة اللي كنتوا واقفين عندها زمان بقت بعيدة قوي عنكم انتوا الاتنين. في ناس ما بقوش صحاب، بس مكانهم لسه دافي. الغريب انك مهما بعدت لسه بتدعي لهم، لسه بتتمنى لهم الخير، لسه صورتهم في دماغك صورة لطيفة. مكانهم جواك مش وحش، بس مش زي زمان. ما بقاش صاحب عمرك، بقى حد ليه حتة حلوة، بس مش لازم يرجع، وده مش غلط. احنا مش زعلانين، احنا بس فهمنا ان العلاقات ليها مدى، وان في صحاب مهمتهم انهم يمشوا معاك جزء من الطريق، مش الطريق كله. وفهمنا ان البعد مش خيانة، والتلاشي مش غلط، وان مفيش مشكلة في انك تبقى فاكر حد كويس جدا، بس مش لازم ترجع له. الفكرة مش ان الصحاب ما بقوش صحاب، الفكرة ان انتوا الاتنين ما بقيتوش نفس الناس زي زمان. مش لازم كل حد يبعد يبقى خسارة. في ناس وظيفتهم انهم يسيبوك ويسيبوا جواك أثر، مش مسافة، ذكرى مش وجود. وده أحيانا أحسن بكتير من علاقة بتكمل بالعافية. في صحاب مكانهم جواك، حتى لو مكانهم في حياتك ما بقاش موجود. ولو الحكاية دي لمستك، سيبها تكمل طريقها، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. يمكن المعنى اللي مستنيك يكون في الحلقة اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.